السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في عالم أمور وليد الطبخ والأشغال اليدوية. مرحبا بكم معايا من جديد، فيديو جديد، وصفة جديدة إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. وصفة ديال اليوم هي عبارة على فقاس عادي بلدي. هاد المرة غادي نديرو بالخلاط الكهربائي، ساهل بزاف، اقتصادي وناجح 100%. واهم حاجة انه كيجي بنين ومقرمش وفتي، يعني ماشي قاصح. ان شاء الله تجربوه وغادي ينال اعجابكم اكيد. وهاد الوصفة يعني فقاس الاقتصادي العادي سهل، وكاين وصفة الفقاس يعني المقوم اللي بالقرقاع واللوز، راه كاينه وصفه لتحت يمكن لكم ترجعوا ليها. الوصفه التقليديه اللي كنصايبوا جميع راها كاينه لتحت، كنتمنى انكم ترجعوا وتضربوا عليها طليله، اكيد غادي تعجبكم الوصفه. وطبعا هذيك حتى هي ناجحه وكيجي رائع. نتمنى ان شاء الله ما تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وعلى الطريقه ديال التحضير. غادي نبداو على بركه الله بالمقادير. يعني اول حاجه هو الخلاط الكهربائي اللي غادي يسهل علينا العمليه ديال هذا الفقاس. عندي 3 البيضات وواحد البيضه، غادي ناخذ غير بياض بيضه، والصفر غادي نحتاجو باش ندهن الفقاس من الفوق. رشه ديال الملح، عندي هنا واحد الكميه ديال الزنجلان والنافع وحبه الحلاوه اللي نقيتهم من قبل، ما محمرينش، يعني غير منقيين وصافي. هانتوما كتشوفوا تقريبا معلقه كبيره من كل حاجه. عندي هنا شويه ديال الكاكاو، غادي نزيد عليه صفر بيضه باش ندهن به من الفوق. ويمكن لكم تستعملوا قهوه سريعه الذوبان، يعني لكم الاختيار، اللي متوفره عندكم استعملوها. عندي هنايا ساشيه ديال الفاني، وعندي خماره، الخماره فئه 8 غرام. عندي كاس معمرش ديال السكر حبيبات اللي مغربل من قبل، وكاس معمرش يعني كاس لاروب ديال زيت المائده، ونص كاس ديال الحليب، وواحد البول اللي غادي نخلط فيه المكونات. والدقيق اكيد كيبقى على حسب الخليط. اول حاجه غادي ندير هي البيض، كما سبق وقلت 3 ديال البيضات مع بياض بيضه، والصفر غادي نحتفظوا به باش ندهنوا الفقاس من الفوق. غادي ندير هنا رشه ديال الملح، السكر، الزيت والفاني والحليب، وغادي نخلط كل شيء مع بعضياته حتى ينسجموا العناصر مزيان. كيف ما غادي تشوفوا كنخلط كل شيء مزيان، كنضربهم تقريبا واحد 3 دقائق حتى 4 ديال الدقائق. كنبقى نخلط في المكونات، من بعد كنخويهم في واحد لوبول، وكنضيف باقي المكونات اللي هما النافع وحبه حلاوه وزنجلان والخماره اللي كنضيفها مع الدقيق كيبقى على حسب الخليط. خدا ليا كيلو الا ربع تقريبا، يعني 700 غرام ديال الدقيق اللي خدا ليا. انا كنستعمل هذاك الدقيق اللي كتشوفوا ديال الحلوى، نوعيه جيده، كيجي صراحه زوين. هنا الخليط ما خصوش يكون خفيف وما خصوش يكون قاصح. ما تديوش على الخليط واخا يكون كيلصق في اليد، خاصكم تجربوا دائما باليد الاخرى، حيت اليد اللي كنخلطوا بها الخليط كيكون لاصق، يعني ضروري نجربوا باليد الثانيه باش نعرفوا. هانتوما كيف ما كتشوفوا واش كيلصق ولا لا. هنا غادي ناخذ العجين وغادي يعني نحضر منه حريبلات، حرابل يكونوا متساويين. كيف ما كتشوفوا غادي نرش يعني سطح العمل اولا الخشبه هكا بشويه ديال الدقيق، ماشي بزاف، غير باش ما يسقش ليا الخليط اولا العجين عفوا. وكندير حريبلات. هنا جا الحربول شويه طويل، نقصت منه هكا. المهم انا كيعجبني الفقاس ما يكونش يعني داك الشكل ديالو كبير، كيعجبني يكون هكا مقدود. اولا كيجي زوين في المنظر، وحتى في المذاق كيجي زوين، يعني كيجيني انا احسن هكا. هنا جاني الخليط شويه قاصح، زدت شويه ديال الحليب، وكندهن كيف ما كتشوفوا الوجه ديال الفقاس هكا مزيان حتى من الجناب. يمكن لكم تعوضوا الكاكاو بالقهوه سريعه الذوبان، حتى هي كتعطي نفس النتيجه. هنا خديت واحد الفرشيط ودرت اشكال هكا، يمكن لكم تخططوا ديروا خطوط عاديين غادي النيشان، لكم الاختيار. نسيت هنا ما صورتش لقطه، راه تكيت الفقاس بالكوردون، واحد 3 ديال التكات، جوج في الجنب من الفوق وواحده الوسط،
وفي الجنب التحتاني ضروري تكون الفقاس، والفران اكيد بارد ما سخونش على درجة حرارة 150. يطيب على خاطره، والفران يكون مشقوق يعني ما يكونش مسدود 100% باش ما يتفرقعش الفقاس في الفران. يعني ضروري هاد النصائح تعملوا بها باش يجي الفقاس ديالكم ناجح وما يتفرقعش لكم في الفران ويجي زوين ان شاء الله، يبقى محافظ على الشكل ديالو. والفران دائما عافيه مهيله، بالنسبه للناس اللي عندهم فران ديال الغاز عافيه تكون مهيله والفران يبقى مشقق ما يتسدش 100%. كيف ما كتشوفوا هنايا من بعد ما دوزت تقريبا واحد نص ساعه حتى 45 دقيقه على حسب، درت له العافيه من التحت ومن بعد عاد شعلت عليه العافيه من الفوق. كما كتشوفوا الفقاس يعني ماشي كيكون داك نص طيبه، كيكون مازال خضر، راه كيكون طايب غير هو ما محمرش. هنا خديت جوج ديال الدرور اللي هما فازقين، عصرتهم مزيان وغادي نحط عليهم هكا الفقاس وغادي نغطيه من الفوق ونخليهم حتى يبردوا مزيان. انا هنا ما خليتهمش ليله كامله كما يعني متعودين، او لا 4 سوايع ولا 5. انا كنت مزروبه فيه الصراحه، راه خليته غير واحد ساعه المكانه ورجعت ليه، رجعت باش نقطعه. انا استعملت هاد القطاعه بها باش قطعت، ويمكن لكم تستعملوا شي موس اللي يكون هو ماضي مزيان باش ما يتفرتش معكم الفقاس. هنا من بعد ما دازت ساعه المكانه رجعت الفقاس من جديد باش غادي نقطعه. وهنا غادي تشوفوا انه ما كيتفرتش، ما كيبقاوش لي شيت، يعني كيجي زوين. غير زعموا وجربوه. بالنسبه للناس اللي ما كينجحش معاهم الفقاس كنتمنى يجربوا هاد الطريقه ويعملوا بالنصائح اللي ذكرت معكم باش ينجح معاهم وما يبقاوش يلقاو مشكل في التحضير ديال الفقاس. وكما كنكرر انه كاينه وصفه ديال الفقاس لتحت، يمكن لكم ترجعوا تضربوا عليها طليله، راه مقوم فيه جميع المكونات وتا هو كيجي زوين بالطريقه التقليديه بدون خلاط كهربائي وحتى هو ما كيتشققش. كيف ما كتشوفوا هنا كنقطع الجناب ما كيتفرتش. كما كتشوفوا يسمحوا لي غادي ندور الجهه الاخرى باش يجي قدامي باش نشوف التقطاع كي غادي يجي. الفقاس انا كنقطعو رقيق باش كيجي مقرمش. بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش الفقاس انه يتعوج لهم في الفران فاش يكون كيتحمر، غادي يقطعوه غليظ واحد شويه يعني واسع. انا عزيز عليا الفقاس يكون رقيق ومقرمش ومحمر مزيان، هكا كيعجبني. وكل واحد وشنو كيبغي، والتقطيع كيبقى على حسب نتوما وشنو بغيتو. هنا الا بغيتو يجي يعني طويل غادي تقطعوه هكا مايل كيف ما كتشوفوا. بما انني مصايبه غير للدار يعني كنوريكم بزاف ديال الطرق اللي يمكن لكم تقطعوه، يا صغير يا نتوما كيبقى لكم الاختيار. هنا كيف ما كتشوفوا ما كيبقاوش يعني ما كيتفتتش معانا، كيبقى صاين وكيتقطع بكل سهوله، واخا ما بقاش مده طويله محطوط حتى انه يبرد مزيان. راه غير ساعه المكانه ورجعت ليه. وكيف ما كتشوفوا راه مقطعه رقيق بزاف. هنا درتو في اللاطه باش ندخلو الفران اللي مشعول غير من الفوق حتى يتحمر مزيان، درجه الحراره 250 حتى ل 300. غير هو تردوا معاه البال بزاف. فاش كيتحمر من الفوق كنقلبو وكنعاود ندخلو عاوتاني باش يتحمر من الجهه التحتانيه وكيجي هكا كيجي محمر. هادو هما لي شيت اللي بقاو ليا يعني ماشي بزاف ما تفرتش. نتمنى تجربوا الوصفه واكيد ما غاديش تندموا. هانتوما كيما كتشوفوا الفقاس كيجي مجعب كيجي زوين، شكله كيبقى محافظ عليه هكا يعني واخا كنقطعوه وهو مازال ما باردش مزيان ما كيتفرتش. يعني الوصفه ناجحه 100% وسهله بزاف واقتصاديه وما غاديش تعجزوا انكم توجدوها. هنا كما كتشوفوا دخلته الفران باش يتحمر العافيه غير من الفوق ومن بعد كنقلبو وكيجي على هاد الشكل. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش دائما بالتشجيع ديالكم المتواصله بالتعاليق ديالكم الزوينه والمحفزه اكيد باش نزيد مازال نعطيكم وصفات وحدين اخرين. نتمنى ان شاء الله ما تنسونيش بالبارطاج، يعني بارطاجوا الفيديو مع الناس اللي كتعرفوا مع الاصدقاء ديالكم.
ومع احبابكم، علاش لا، باش الفائده تعم الجميع. وهنايا الفقاص يعني كيف ما كتشوفوه كيجي رقيق، كيجي زوين وكيجي مقرمش، وواحد المذاق كيجي رائع رائع. ما غاديش تندموا اذا جربتوه ان شاء الله يا ربي. وبارطاجيو الفيديو، غادي نعاود نقولها لكم يعني كطلب مني، بارطاجيو الفيديو باش يوصل لاكبر عدد ديال الناس وباش يستافدوا من الفيديو، حيت كاين الناس اللي كيصايبوا الفقاص وما كيصدقش معاهم. نتمنى هاد الطريقه تنجح معاهم ومن اول تجربه ان شاء الله يا ربي. وبقى لي غير نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.